ونكمل لكم الفيديو بعد. احنا كنا نسولف فيه تمرين جزء لعب شيء. هو بس هذا الفيديو؟ هذا اللي انتشر على مواقع التواصل، وانتم سمعتوا باللقطات. انتم سمعتوا به اكيد، بس هو اريد اسال سؤال. اولا اثاره هذا الموضوع بهذا التوقيت، انه مدرب منتخبنا القادم جراهام أرنولد يدرب ركبي. توقيت هذه المعلومه هاي واحد. اثنين، هل تؤثر هذه القضيه على خلينا نسميها مسيرته التدريبيه كمدرب لمنتخب استراليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية تحية لك وتحية للكابتن جبار. حياك الله. الله يسلمك. بالنسبة لسؤالك استاذ علي، انت تعرف دائما من يصير تسويق لاي مدرب هناك مع وهناك ضد. زين. فالناس اللي سوقت للمدرب اكيد تنطي السي في ماله على اكمل وجه وتحاول تبرز الجوانب الايجابيه للمدرب. اضافه الى هذا هناك ايضا جانب اخر للتسويق، كان بامكانهم ان يكون مدرب اخر للمنتخب الوطني، فبعد ان الصفقه راحت باتجاه المدرب أرنولد اكيد بدت هذه الصفحات او البيجات او شلون سميها كيف ما شئت، انه تسقط بالمدرب حتى شنو؟ حتى تثير الوسط الرياضي والشارع الرياضي على اعتبار انه هذا مو مدرب كرة قدم وهذا مدرب رجبي، في حين انه هذا المدرب الكل شاهده انه صعد استراليا الى دور 16 في كأس العالم وكنا شفناه. اذا هو مدرب عامل، واكيد هو عامل بالاتحاد الاسترالي. احنا الهدف انه هذه المرحله تتطلب انه كل السلبيات نخليها ورا ظهرنا. لم يتبقى للمشاركه سوى حوالي يمكن اكثر من 20 يوم. لذلك هذه الامور انا اقول يعني غير جديره بالنفع بالنسبه لنا كوسط رياضي وكشارع رياضي. الكل خل تتكاتف وتخلي جهودها ينصب على كيفيه خدمه المنتخب في هذين المباراتين. زين، هسه الكابتن نتحدث عن قضيه المغرضين قد يسقطون في مدرب معين، بس هو خلي نفرض فرضيه، سؤال افتراضي انه فعلا هو درب ركبي، يؤثر هذا الشيء ينتقص من قيمه مدرب منتخب العراق كابتن جبار؟ تحيه لك استاذ علي وللكابتن. حياك الله. كابتن خالد. شوف يعني اولا الفيديو تلاحظه يعني طلعت ما واضح انه هو ده، مجرد لقطات وواقف يحكي واحد. يعني هناك هوايات لبعض مثل ما عندنا احنا هوايات، اكو ناس لها هوايات تلعب ركبي، تلعب تنس، كرة سلة، وبالتالي انا اعتقد يعني هذا الامر يعني شلون مثل ما ذكر كلمة حقرت بها باطل. يعني فعلا هي كلمة حقرت بها باطل. اعتقد